كباتن الله وكيلكم ومحمد كفيلكم. أنا كمدرب لو أمتلك هذه الأسماء المهمة ومن خيرة أفضل وأحسن اللاعبين في العالم والدوريات الخمسة الكبرى للمنتخب الفرنسي. وللسيء كمدرب ديشا من الممكن أخذ بطولة اليورو مشي. يعني تخيل المنتخب الفرنسي في دور المجموعات حقق الفوز على منتخب النمسا بشق الأنفس وبهدف عكسي، وتعادل أمام منتخب بولندا وتعادل أمام منتخب هولندا. والغريب في الموضوع تصدر المجموعة ب4 نقاط وب3 أهداف فقط تأهل إلى دور ال16. والغريب في الموضوع اليوم حقق الفوز على منتخب بلجيكا بهدف لا شيء وأيضا بشق الأنفس وبهدف عكسي. ولكن في حال تأهل المنتخب البرتغالي اليوم بقيادة CR7 صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو إلى ربع نهائي بطولة اليورو المقامة في ألمانيا لسنة 2024.